السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم مرة جديدة على قناة علامات الحياة مع سما ومكتبة علامات الحياة المسموعة وكتاب سندريلا سيكريت للكاتبة هبة سواح. وكنا اتكلمنا في الحلقتين اللي فاتوا عن ازاي أبقى مسيطرة، وتحت النقطة ديت أو تحت العنوان ده اتكلمنا عن الحالة النفسية، ازاي أسيطر على حالتي النفسية وعلى مودي وعلى مشاعري واتحكم في ردة فعلي، وعلشان ما ابوظ كل حاجة بمجرد الانفعال او تصرف بانفعالية ومشاعر. وكمان اتكلمنا بعد كده عن القيم، وعرفنا ازاي نحدد القيم اللي احنا بنعيش بيها في حياتنا، ازاي نعرفها القيم الايجابية والقيم السلبية، وازاي نحددها وازاي نرتبها علشان نعرف احنا بنحدد قراراتنا والناس اللي هنعرفهم والحياة اللي هنعيشها والشغل اللي هنشتغله وحتى الزوج اللي هختاره. ازاي اختار كل ده بما يتناسب مع منظومة القيم بتاعتي علشان اعيش مرتاحة وما تعبش الناس اللي حواليا. والنهارده هنكمل الجزء الاخير اللي بيخليني مسيطرة على حياتي وعلى مشاعري وعلى نفسي، وهنتكلم عن المعتقدات والمعاني. وقبل لما نبدا ونكمل، عايزه اقول لكم لو انتم مشتركين معايا اهلا وسهلا بيكم. لو انتم بتتفرجوا عليا ولسه ما اشتركتوش انا زعلانه جدا، ارجو لو تروحوا على طول دلوقتي تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. احنا بنتكلم هنا كتب مسموعه، وكمان في قائمه التشغيل الثانيه اسمها كلام من القلب للقلب، دي بنتكلم فيها عن اضطراب الشخصيه النرجسيه وكيفيه التعامل والتعايش معاه، ازاي نفهمه وازاي نعرف نعيش معاه، او ازاي نعرف نعيش من بعده لو احنا وصلنا للانفصال عن الشخص اللي عنده الاضطراب دوت. يا ريت لو تهمكم، ويا ريت لو في حد يهمكم امره وعارفين انها هتنفعه برضو تنشروها وتاخدوا معايا الاجر. ودلوقتي لو انتوا بقى ما شفتوش الحلقات اللي فاتت يا ريت ترجعوا تشوفوها عشان تبقوا مجمعين معانا. الكتاب ده جميل جدا، بس هو متراكم، المعلومات فيه متراكمه ومترتبه على بعضها، فلو بتسمعيني اول حلقه ارجعي واسمعي من الاول، ان شاء الله الاسلوب يعجبك وان شاء الله ينفعك. ويلا بينا نكمل كتابنا والمقابله التاسعه بين سندريلا واشجان، المعتقدات والمعاني. اهلا اهلا، ايه المفاجاه السعيده دي؟ نفيسه ودريه مره واحده. ازيكم وازيك يا سندريلا؟ كلنا كويسين. لا مش كلنا، نفيسة ودرية كان عندهم مشكلة مضايقاهم، وبما اني بقيت عاقلة وسوية نفسيا جبتهم لك تتكلمي معاهم، لاني لو حاولت اساعدهم انا بنفسي مش هعرف. انت عارفة هما طول عمرهم اغبياء جدا. اغبياء؟ كده انت عاقلة وسوية نفسيا؟ طب ماشي، خير يا بنات؟ مفيش خير. زي ما سندريلا قالت لك احنا طول عمرنا اغبياء جدا، واحنا في المدرسة ما كناش شاطرين خالص، وبعد ما كبرنا حاولنا نشتغل وبرضه ما عرفناش، ودلوقتي كل ما يجيلنا عريس يطفش من غبائنا، فقلنا نجيلك لاننا بصراحة شايفين سندريلا عقلت كتير عن قبل كده. كويس انها عقلت. طب انتوا عرفتوا ازاي ان العرسان بتطفش من غبائكم؟ عشان احنا اغبياء، فعلا اغبياء. طب انتوا عايزين مني ايه دلوقتي؟ نفك الغباء ده ولا ايه المطلوب؟ لا مش مهم نفكه، احنا عايزينك تحولي كل الناس لشوية اغبياء، بس يبقى غبائهم اكتر من غبائنا، عشان اما نحط غبائنا جنب غبائهم يبقوا هم اغبى بغباء. ما نعرفش بقى، شوفي لنا حل. بصوا ببساطة ومن غير كلكعة، كونكم ما كنتوش شاطرين في المدرسة أو في الشغل أو في الجواز مش هي دي المشكلة، دي مجرد أحداث بتحصل في حياتكم. المشكلة الحقيقية هي المعاني والمعتقدات اللي بتحطوها للأحداث دي وبتترجموها بيها، هو ده اللي بيأثر على تصرفاتكم وأفكاركم، وهو ده اللي هيأثر حقيقي على حياتكم في المستقبل. يعني إيه؟ يعني القصة مش إننا نغير الأحداث بإننا نخلي الناس كلها غبية ولا نجوزكم بالعافية مثلا، القصة إننا نغير ترجمتكم انتوا للي بيحصل واعتقادكم فيه. يعني إيه؟ هحكي لكم حاجة. وانا قدهم كده حبيت واحد كان ساحر برضه، اسمه ويزارد اوف اوز. كنا بنحب بعض جدا وكل حاجه كانت جميله، لحد ما في يوم لقيته سابني من غير مقدمات وراح حب واحده تانية. اليوم ده حسيت انه قتلني وقتل جوايا كل راجل في الدنيا ممكن يبقى كويس وعنده وفاء. الموقف كان مؤلم جدا لدرجه اني ترجمته ساعتها بان كل الرجاله خاينين وملهمش امان، وبالتالي اما كنت بحس بمشاعر ناحيه اي راجل عايز يتجوزني بعد كده كنت بقول لنفسي ده راجل يعني ملوش امان، وكنت بدور في تصرفاته على اي حاجه تاكد الفكره اللي عندي دي. عشان كده انتي ما اتجوزتيش. بالظبط، الاعتقاد بان كل الرجاله ملهمش امان خلاني ما اشوفش اي حاجه كويسه في اي راجل قابلته، وعشان كده بقولك المعاني والمعتقدات اللي عندك بتاثر على قراراتك دلوقتي وفي المستقبل. بس هما كل الرجاله خاينين وملهمش امان فعلا. بصي يا دريه، التعميم جميل جدا ومفيد في الحاجات البسيطه في حياه الانسان. يعني سندريلا اللي قاعده دلوقتي مستنياكم جوه التلاجة بتاعتي دي، فتحتها ازاي؟ شافت الايد بتاعت التلاجة، وبالرغم من انها اول مره تشوف تلاجتي الا انها كانت متاكده انها لو مسكت الايد دي وشدت التلاجة هتفتح. طب جالها منين التاكد ده؟ لانها عندها خبره، واضح انها عايشه طول عمرها جوه تلاجات الناس، فبقت عارفه خلاص ومتاكده ان التلاجة بتتفتح بالطريقه دي حتى لو الايد شكلها اختلف. صح؟ تمام. اهو في فتح التلاجة او الحاجات البسيطه في حياتنا تعميم التجربه بيفيدنا، انما في الجوانب المعقده شويه في حياتنا زي علاقتنا بنفسنا وبالناس التعميم ممكن يبقى مضر ويسبب حاجه اسمها معتقدات معوقه. يعني ايه؟
يعني انا لما اعتقدت ان كل الرجاله خاينين بسبب الموقف الصعب اللي اتعرضت له، بقى الاعتقاد ده معوق ليا في حياتي. يعني ايه؟ يعني بيعوقني وبيمنعني اني اتعامل مع ناس كتير حواليا، او بيعوقني اني اعيش سعيده ومتوازنه، او اوصل للحياه اللي عايزه اعيشها او اللي ربنا خلقني عشانها. يعني ايه؟ يعني انا في الاخر ما اتجوزتش ولا بقيت اثق في اي راجل، حتى زمايلي في الشغل، بسبب اعتقاد واحد عندي. والاعتقاد ده كان بسبب اني ترجمت وعممت خيانه الساحر اوز ليا على ان ده طبع كل الرجاله. يعني ايه؟ يعني مهم جدا ناخد بالنا من الاعتقادات اللي بنكونها كل يوم. مهم من المعاني اللي بنحطها للمواقف اللي بتحصل لنا، زي اننا ما كناش شاطرين في المدرسه او في الشغل، او ما عرفناش لسه نتجوز مثلا، تكون معاني بتساعدنا نتخطى اللي مضايقنا مش بتضايقنا اكتر. يعني ايه؟ يعني مش شرط يكون اللي حصل معاكم ده بسبب الغباء. مفيش حد غبي اصلا، في انواع ذكاءات مختلفه. ممكن يكون ببساطه بسبب انكم لسه مش فاهمين نفسكم، او مش عارفين قدراتكم، او انكم محتاجين تتعلموا شويه مهارات اجتماعيه، او ان العرسان ما كانوش مناسبين، او في معاني كتير مختلفه للاحداث اللي بتحكوها دي. ولو فكرتوا فيها هتساعدكم اكتر من انكم تشوفوا ان كل ده حصل بسبب انكم اغبياء. يعني ايه؟ يعني صدقوا انكم اغبياء بجد. سندريلا، خدي اخواتك وغوري يا سندريلا. معناها ايه دي؟ في فيلم امريكي اسمه ذا بريسونرز، قصته بتدور حوالين جرائم خطف اطفال. كل شويه طفل بيتخطف والبوليس طبعا طول الفيلم بيبحث عن اللي ورا الجرايم دي، وفي الاخر خالص بيكتشف المجرم عباره عن ست عجوزه. قصتها باختصار انها كانت طول عمرها متدينه جدا، وبتدعو الناس للتدين لحد ما ابنها الوحيد مرض ومات بالسرطان. وقتها هي ترجمت الموقف ده على انه ربنا بيعاقبها او بيكرهها، بالرغم من كل اللي هي بتعمله ده عشان تحبب الناس فيه. ده المعنى اللي هي حطته المرض وموت ابنها، واللي بناء عليه قررت تنتقم وتشن حرب على ربنا، استغفر الله العظيم، وتقضي سنين حياتها بتخطف الاطفال من اهاليهم وتقتلهم، او تحقنهم بحاجات تخليهم مرضى نفسيين. المثال بتاع الفيلم ده، وان كانت قصته متطرفه شويتين، بس هي بتعبر جدا عن الفكره اللي عايزه اقولها. معتقداتك والمعاني اللي بتحطيها للامور بتفرق جدا في حياتك. والتحدي اللي كتير بنقع فيه هو اولا اننا مش مسيطرين على العنصر ده، المعاني والمعتقدات يعني، في منظومه تفكيرنا. يعني اوقات كتير بنبقى مجرد مفعول به، مش مركزين ايه المعاني والمعتقدات اللي بتتكون في دماغنا مع كل موقف بنتعرض له. ثانيا اننا بنتعامل في حياتنا اوتوماتيك وعادي جدا بالمعاني اللي بتتكون دي، واللي جزء كبير منها ساعات بيبقى ترجمه خاطئه للامور. وبننسى اننا احنا اصلا اللي حطينا المعاني للموقف، وانه مجرد معنى من بين معاني تانية لنفس الموقف، مش امر واقع ولا حاجه. يعني ايه مجرد معنى بين معاني تانية لنفس الموقف؟ في عباره مهمه قالها عالم اسمه ألفريد سبيسكي، بتقول the map is not the territory، او الخريطه ليست هي الارض. العباره دي ببساطه معناها اننا في حياتنا مش بنستجيب ولا بنقرر هنتصرف ازاي في المواقف المختلفه على اساس الواقع اللي هو الارض الحقيقيه، انما احنا بناخد الاكشن والقرار على اساس الخريطه اللي جوانا للموقع، او تفسيرنا ونظرتنا احنا للواقع. وزي ما ممكن يكون في خرايط دقيقه وخرايط مغلوطه لنفس الارض او البلد، ممكن يبقى في تفسير دقيق وتفسير مغلوط لنفس الموقف. وممكن نفس الموقف كل واحده فينا ترسم له خريطه او تحط له معنى مختلف تماما عن التانيه. يعني مثلا في الفيلم ده موت الابن، الست حطت له معنى ان ربنا مش بيحبها، في حين ان واحده تانية ممكن تحط له معنى عكس كده بالظبط. ممكن تفكر مثلا ان ربنا بيحبها فبيبتليها. المعنى الاول خلاها ست مجرمه وبقت عرضه ان ربنا ما يحبهاش فعلا، والمعنى التاني خلاها بالعكس تصبر على الابتلاء وترضى فربنا يحبها اكتر ويعوضها كمان. ده معنى وده معنى تاني لنفس الموقف، وكل معنى منهم هيفرق كتير في القرارات وجوده الحياه اللي بعد كده. مثال تاني، راجل خان مراته. ممكن فلانه تحط معنى ان هي اللي وحشه وزوجه مش كفء فتكره نفسها، وفلانه تحط معنى ان الرجاله كلهم خاينين ووحشين وهي اللي فله فتكره كل الرجاله. وعلانه تحط معنى ان ده درس ليها عشان تبقى اقوى وما تمحورش حياتها حوالين حد، وفلانه وفلانه وفلانه. معاني كتير ممكن نطلعها من نفس الموقف، وكل معنى فيهم هيغير نظرتنا ورد فعلنا وقرارنا تجاه نفس الموقف. مش بس المواقف، حتى القيم اللي اتكلمنا عنها قبل كده، نفس القيمه ممكن جدا يبقى معناها مختلفه عندي وعندك. انا وانتي ممكن يكون عندنا قيمه الحب مهمه جدا مثلا، انما انا معنى الحب بالنسبه لي ان جوزي يساعدني في البيت ويدعمني في طموحي واهدافي، وانتي معنى الحب بالنسبه لك انه يقول لك كلام حلو ويجيب لك هديه حتى لو مش بيساعدك في البيت. فلو انا وانتي مش فاهمين المعاني دي عندنا، ممكن جدا ما نعرفش نوصلها لازواجنا، ونعيش طول عمرنا بناخد منهم حب بس مش بالمفهوم بتاعنا، فمش شايفينه. وقيسي على المثال ده مفهومك عن معنى الاحترام او الانجاز او الصحه او اي قيمه من قيم حياتك. طب السؤال، هو أنا اللي بختار المعنى بتاع الموقف؟ أي نعم، الإنسان هو اللي بيحط المعاني أو ترجمة للمواقف وبياخد قرارات على أساسها، والمعاني دي إما بتساعدنا نكون أحسن أو بتدمر حياتنا زي بطلة الفيلم. وأحيانا كمان في معاني منهم بنكبرها وبنعممها جدا، الحياة كذا، الرجالة كذا، الفلوس كذا، وبنحول الكلام ده لمعتقدات وأمثال بقى ونعيش بيهم بإيمان لا يتزعزع. اللي تتجوز يوم الأربع على بيت أبوها ترجع. تخيلوا في مثل بيقول كده وفي ناس مصدقة. يعني نلغي يوم الأربع من الأسبوع بسبب المثل ده؟ ما هو لو يوم الاربع بيعمل مشكله والاثنين الكوافيرات قافلين، يبقى الاسبوع اتضرب كده يا معلم. حد هيفكر، بس اختيار المعنى او المعتقد مش بالسهوله دي. هو المعنى بيجي كده لوحده، اما الموقف بيحصل. الاعتقاد بيتكون كده، مش انا اللي بختاره.
الكلام ده مظبوط فعلا. مفيش حاجه سهله، بس زي ما تعودنا نتحكم في مشاعرنا والقيم اللي بتحركنا، ممكن نتعود نسيطر على المعاني والمعتقدات اللي في حياتنا، ونحاول نكون معاني ومعتقدات جديده تساعدنا نعيش بجوده ونحقق مراد ربنا مننا. ازاي؟ خلينا نشوف ازاي المعنى بيتكون اصلا، وايه الحاجات اللي بتاثر في جوده المعنى. ابني بيت متين. بشكل عام، اي اعتقاد عندنا بيبقى في الاول مجرد فكره، بس لما بتتعرض لتجارب او بنشوف او نسمع او نقرا عن تجارب غيرنا، بتتحول الفكره دي لاعتقاد. كانك بنيتي بيت كده، الفكره بتبقى هي سقف البيت، والتجارب اللي مريتي بيها او سمعتي او قريتي عنها بتبقى هي العواميد اللي بتخلي السقف ده يقف، والبيت على بعضه بعد ما اتبنى بيبقى اسمه اعتقاد. يعني مثلا، فلانه معتقده ان جواز الصالونات حاجه وحشه جدا، وبناء عليه قررت انها عمرها ما هتتجوز بالطريقه دي. طب جالها منين الاعتقاد ده؟ ممكن يكون كان اول مجرد فكره ان جواز الصالونات فيه مشاكل، او ان اللي اتجوزوا بالطريقه ديت كتير منهم مش مبسوط. بس مع كل كلمه سلبيه سمعتها عن جواز الصالونات، مع كل مشكله عاشتها مع صاحبتها، مع كل تجربه شافتها مثلا في التلفزيون او الواقع، اتحولت الفكره دي لاعتقاد، واتبنى على الاعتقاد ده سلوك وقرار، فبقت بترفض من بابه اي عريس جاي لها بالطريقه دي. مثال تاني، واحده جات لي بتشتكي انها شايفه نفسها ملوله جدا ومش بتقدر تكمل اي حاجه للاخر، والاعتقاد ده خلاها تبطل تبدا اي حاجه اصلا، لانها عارفه انها مش هتكملها. السؤال: اولا، هل الاعتقاد ده صح ولا غلط؟ هي فعلا كده ولا مش مظبوط؟ الاجابه مش مهم. الاهم، هل الاعتقاد ده مساعدها ولا معطلها؟ طالما معطلها يبقى هي محتاجه تغيره، محتاجه تبني بيت جديد، محتاجه تفكر فكره جديده عن نفسها تساعدها، وبعدين تحاول تدعم الفكره دي بعواميد متينه وكتيره عشان الفكره دي تتحول لبيت او لاعتقاد جديد عن نفسها. يعني مثلا، ممكن تحاول تفتكر اي حاجه عملتها قبل كده وكملت فيها فتره طويله، علاقه مع صديقه، دراسه ممله، اي حاجه حتى لو بسيطه الزمت نفسها بيها لحد ما خلصتها. كده هي كونت فكره مختلفه عن فكرتها الاولى، بدات تعمل سقف مختلف. فاضل انها تدعم الفكره الجديده دي بتجارب او عواميد عشان تحولها لاعتقاد. كل مره هتمرن نفسها بتجربه وتكمل فيها للاخر، حتى لو بدات بهدف بسيط جدا. كل مره هتفكر نفسها انها قدرت تكمل في الحاجه الفلانيه، كل مره حد هيشجعها، كل مره هتقرا كتاب بيتكلم عن الموضوع ده، او تحضر محاضره تعلمها ازاي يكون عندها مثابره، كل مره هتركز انها تزق نفسها شويه بره دايره الراحه بتاعتها وتاخد خطوه جديده، كل خطه هتواظب عليها مع كوتش او صديقه، كل تجربه هتمر بيها او معلومه مختلفه تدعم فكره انها عندها مثابره، هتبقى بتكون عواميد جديده، هتبقى بتقوي الفكره او السقف لحد ما تتحول من مجرد فكره عابره لمعتقد جواها عن نفسها، وتبقى كده هي بنت بيت جديد. طب هل كل البيوت زي بعض؟ ايه اللي بيخلي فلانه تبني بيت جميل ومتين وتقدر تعيش فيه سعيده، لكن التانيه تبني بيت ضعيف يقع فوق دماغها في اي لحظه؟ ايه اللي خلى فلانه تشوف ان خيانه جوزها ليها ابتلاء او تجربه بتتعلم منها حاجه، انما التانيه شافته قدح فيها هي شخصيا، والتالته كونت معنى ان الرجاله كلها عايزه الحرق؟ ايه اللي خلى فلانه تكون معتقد كويس عن الجواز لكن التانيه تبقى شايفه الجواز فيه سم قاتل؟ في حاجتين مهمين جدا بيأثروا في جوده البيت او المعتقدات اللي عندك. واحد، الحاله النفسيه بتاعتك وانت بتبني البيت، او وانت بتحطي المعنى وبترسمي الخريطه للموقف. اللي عندها سيطرة على حالتها النفسية زي ما شرحنا قبل كده، وعندها توازن نفسي وسكينة ومتعودة تهدي نفسها الأول قبل ما تفكر وتاخد قرار، أكيد اما تكون معاني للمواقف وهي هادية هتختلف تماما عن اللي طول النهار ماشية بحالة الطوارئ في دماغها، أو عايشة في دور الضحية، أو طول النهار بتصدر أحكام على نفسها أو على غيرها، أو عندها أي كلبش مأيدها ومخليها مش سعيدة من جواها، فعلى طول بتشوف إن دي قصده تحرجها ودي غيرانه منها، وجوزها لما نسي يجيب اللبن يبقى مش مهتم بيها، وتقعد بقى تفتكر كل دليل على عدم اهتمام جوزها بيها، وبعدين تدخل على عدم اهتمام اهلها واصحابها وتضرب كل المواقف دي في الخلاط، فتطلع بمعتقد رهيب انها مكروهه ومنبوذه. ونغني كلنا كتاب حياتي يا عين. توازنك الداخلي وحالتك النفسيه بيأثروا جدا على تفسيرك للامور. بالتالي، اول حاجه عشان تعرفي تلاقي معنى ايجابي من التجربه مهما كانت سيئه، مهم جدا انك تهدي وتسيطري على كلبشاتك ومشاعرك وبغنونك قبل ما تحللي وتفكري. ومره تانية، تسيطري على مشاعرك مش معناها تكبتيها، بالعكس، حسي بمشاعرك وافهميها وخرجيها، سواء بالكتابه او مع صديقه او متخصص او مع الشخص اللي ضايقك نفسه، لحد ما تهدي وتوصلي لاستقرار في مشاعرك يخليكي تقدري تفكري في معاني كويسه ممكن تتعلميها من التجربه. اتنين، تاني حاجة بتفرق في جودة البيت أو المعنى اللي بيتكون في أي موقف، هي مدى جودة وتنوع العواميد اللي البيت ده قايم عليها، أو بمعنى تاني، مدى جودة وتنوع المعلومات والتجارب المتخزنة جوه مخك، سواء أنت عشتيها أو سمعتي أو قريتي عنها، واللي بتلاقي نفسك لما بتتحطي في موقف ما بترجعي ليها. لما بتتعرفي مثلا على واحدة مغربية بترجعي في مخك للقصص والمعلومات اللي تعرفيها عن المغاربة عشان تشوفي هتتعاملي معاها ازاي. فلو كان اقصى معلوماتك اللي سمعتيها من صاحبتك عنهم انهم بخلة مثلا، هتتعاملي بطريقه مختلفه عن اللي تسمع عنهم الكرم، وعن اللي اتعلمت انها ما ينفعش اصلا تعمم لان كل شعب فيه كويس والوحش. عشان كده بتلاقي الشخص اللي له تجارب كتيره في الحياه ومعارف مختلفين وثقافات متنوعه بيحتك مثلا بجنسيات مختلفه، بيقرا في مجالات متعدده وهكذا، بتبقى عاده معتقداته والمعاني اللي بيحطها في حياته وبالتالي قراراته افضل جوده من الشخص اللي افقه ضيق جدا او اقصى معلوماته هم المسلسلات والافلام ودايره الصحاب اللي شبهه. الاولاني عواميده عباره عن خرسانه، خليط اسمنت وزلط وميه،
ومعاها حديد تسليح، انما التاني عواميده اسمنت بس، فالبيت كله هيقع فوق دماغه. هديكي مثال تاني. ساعات بيبقى في جروب اصحاب معظمهم مطلقات مثلا، وتلاقي الناس بتنصح البنت المتجوزه انها ما تقربش منهم قوي عشان شايفين انها كده ممكن تتطلق زيهم. انا شخصيا شايفه ان النصيحه دي غريبه جدا، وان دلت على شيء فبتدل على نظره المجتمع للمطلقه على انها موبوءه هتعدي غيرها، ونظرته للمتجوزه على انها شخصيتها ضعيفه لدرجه انها بسهوله جدا هتقلد تجربه غيرها اللي لم توفق في الجواز. الحقيقه ان لا المطلقه موبوءه ولا المتجوزه ضعيفه، الفكره كلها ان قناعاتك عن الجواز هتتشكل بناء على مدى تنوع التجارب اللي عشتيها او سمعتي عنها. المطلقه مش مريضه ولا وحشه ولا اي حاجه من اللي المجتمع بيشوفها، هي مجرد بني ادمه مرت بتجربه وفشلت فيها. ممكن فشلها يكون كون عندها اعتقادات سيئه عن الرجاله وعن الجواز، وممكن تكون اتعلمت معاني جميله جدا من التجربه. الفكره كلها في قرارك، انك وانت بتسمعي القصه بتاعتها هل بتفلتري اللي داخل في مخك وتسمعي من ناس تانية وتقري وتوسعي ثقافتك عن الجواز، ولا اخترتي تتبني تجربتها والمعاني اللي عندها زي ما هي وتعيشيها. في ناس كده بتبدأ تعامل جوزها من اعتقادات صاحبتها عن الرجل أو اعتقادات المسلسل أو الفيلم، وفي ناس تانية بتفلتر وبتحاول تكون اعتقاداتها هي اللي هتساعدها هي في الوصول لأهدافها هي. وعشان أي واحدة فينا تقدر تكون اعتقاداتها هي في الحياة بجودة، هتحتاج توسع ثقافتها ومعلوماتها وتصاحب ناس مختلفة وتمر تجارب متنوعة وتقرا وتسأل، وكل فترة تقف ترتب التجارب دي والمعاني اللي اتكونت منها. تشوف نفسها هل بتكون معاني ومعتقدات تساعدها في حياتها، ولا أرشيف المعلومات والتجارب كله أسود وبالتالي المعتقدات كلها معوقة ومحتاجة تتغير. واحدة هتقولي بيت ايه اللي جاي تقول عليه؟ معتقدات ايه اللي ممكن تتغير؟ خليكي واقعية يا هبة، اللي فيه طبع مش بيتغير. اهي واقعية دي هي شماعتنا الكبيرة. انجح واشهر ناس في العالم ما كانوش واقعيين في ميزان باقي الناس. احنا ساعات بنهرب من الخوف من التغيير والمحاولة بحجة ان دي الواقعية. المعتقدات المعوقة عن نفسك وعن غيرك وعن الحياة عامة، والمعاني السلبية اللي بتترجمي بيها المواقف واللي بتعيشي بيها في حياتك بشكل يومي، بتأثر جدا على تصرفاتك وأفكارك واختياراتك، وبالتالي على جودة حياتك كلها. سيطري على معتقداتك يا فوزية ولمعيها ونضفيها، بدل ما تطرب لك الدنيا وتبوظ لك رحلتك لمراد ربنا منك. انتي شايفة ايه؟ انا مؤمنة جدا بكلمة شهيرة بتقول what you focus on expense، يعني اللي هتركز عليه هيكبر في عينك. والموضوع ده مش كلام تنمية بشرية، ده له علاقة بجزء في المخ اسمه RAS. الجزء ده في المخ عبارة عن فلتر بين العقل الواعي والعقل اللاواعي، مهمته انه ياخد تعليمات من عقلك الواعي وينقلها لعقلك اللاواعي. تعليمات زي ايه؟ عارفة ما يكون نفسك في عربية هيونداي الانترا مثلا، فتنزلي الشارع تلاقيه فجأة بقى كله عربيات هيونداي الانترا. ازاي حصل كده؟ اللي حصل انه هو نفس الشارع ما اتغيرش، والهيونداي الانترا اللي نفسك فيها كانت طول الوقت موجوده، انما انت اما قررتي انك نفسك فيها، الار اي اس ده ادى تعليمات لعقلك انه يركز على النوع ده تحديدا من العربيات، فعقلك خلاكي تشوفيها كتير لانك عايزه تشوفيها. فالخلاصه ان الار اي اس ده مسؤول عن انه يجيب لك الصور والمعلومات اللي انت عايزه تركزي عليها. هو اللي بيخليكي تسمعي صوت ابنك من بين دوشه الولاد كلهم وانت رايحه تجيبيه من المدرسه لانك عايزه تلاقيه. هو اللي بيعمل فلتر للاصوات والصور الكتير اللي حوالينا عشان مش كل حاجه تدخل. طب ايه علاقه ده بموضوع المعاني والمعتقدات؟ العلاقه ان من الاخر كده مخك عامل زي جوجل بالظبط. لو كتبتي فيه عايزه اتفرج على اباحيه هيجيب لك كل الاباحيه اللي انت عايزاها، ولو كتبتي عايزه مواقع مفيده هيجيب لك برضو اللي انت عايزاه. بالتالي لو عايزه تقنعي نفسك ان الرجاله كلهم خاينين، او انك فاشله وكسوله، او ان ابنك اغبى ولد في الدنيا، او ان محدش بيحبك، هتقدري تعملي كده حتى لو العالم كله حواليكي شايف عكس ده. ليه؟ عشان الار اي اس بتاع مخك هيجيب لك كل دليل على الفكره اللي في دماغك عشان يقويها، والعكس صحيح. عشان كده لو عايزه تسيطري على معتقداتك وتبني قناعات عن نفسك وعن الحياه تفيدك في تحقيق مراد ربنا منك، وجهي الار اي اس بتاعك صح، خليه يدور لك على معلومات وتجارب وقصص تبني عندك قناعات كويسه. يعني اعمل ايه دلوقت؟ واحد، هاتي قلم واكتبي الاحداث المهمه اللي اثرت عليكي في حياتك، جواز، طلاق، موت حد، سفر، نجاح في دراسه الخ، والمعاني والمعتقدات اللي طلعتي بيها من كل حدث. وهنا الكاتبه سايبه لنا برده مكان في الكتاب علشان نقدر نكتب الكلام ده بعدين نكمل. لو انت مش في ايدك نسخه من الكتاب تقدري برده تجيبي النوت بوك بتاعتك وتقعدي تكتبي وتعصري دماغك زي ما اتفقنا في كل نقطه، وتطلعي كل اللي في دماغك على الورق عشان تعرفي تكملي معانا. نمره 2، بعد كده قيمي المعاني دي. المعنى اللي تلاقيه بيساعدك وبيشجعك تطوري حياتك يبقى جميل، والمعنى اللي بيوقفك عن تحقيق مراد ربنا منك والاستمتاع بالحياه يبقى لازم يتغير. انت اللي حطيتي المعنى وانت اللي تقدري تغيريه وتحطي غيره. جربي تاخدي الحدث المؤلم اللي حصل لك ده زي الطلاق مثلا وتحطيه برواز مختلف تديله معنى احسن، ولو ما فيش معنى افضل في بالك فكري لو شخص سعيد وراضي في حياته ومر بنفس الموقف بتاعي وطلع منه اقوى، ممكن يكون حط معنى ايه ساعده في الموقف، وابداي اكتبي برضه. 3، بعد كده ابداي ادعمي المعنى الجديد ده بافكار وتجارب تقويه. اسالي نفسك ايه المصادر والتجارب اللي انا محتاجاها عشان ابني معتقدات جديده، او حتى عشان انجح في الموضوع الفلاني. ايه التجارب اللي عايزه اتعرض ليها عشان تفيدني في حياتي، او حتى تضفي عليها جو من السعاده والمرح والمغامره يساعدني اكمل الطريق.
هل مثلا محتاجة قوي علاقتي بربنا عشان أغير نظرتي في البلاء ده، ولا أزود معارفي من الناس الناجحين في جوازهم عشان أغير فكرتي عن الجواز، ولا استشير حد درس نفس الدراسة قبل كده عشان أكون صورة دقيقة عنها؟ مين الناس اللي حواليا وهل كلهم شبهي، ولا بصاحب ناس مختلفة عشان أوسع مداركي وأنوع التجارب في حياتي؟ وبرضه سايبه لنا مكان الكاتبة علشان نكتب النتيجة بتاعة الأسئلة ديت. بعد ما نخلص كل النقط ديت ونكتبها، في النهاية افتكري حاجتين. أولا إن في دايما جانب كويس لأي تجربة، وده لأن كل حاجة بتحصل بقدر الله وفيها حكمة وغاية وخير ليكي، حتى لو انت مش عارفة تدركي ده دلوقتي. ساعات كتير بنفهم الحكمة بعد سنين، وساعات بنعيش ونموت مش شايفين الحكمة من كتر ما احنا مركزين على المعاني السلبية للتجربة ومش باصين للصورة الأكبر. وثانيا افتكري ان انت قوية ومسؤولة، عايزة تسيبي بصمة وتعيشي على مراد ربنا منك، ويبقى عندك حكمة ورؤية في قراراتك. امسكي الريموت كنترول بتاعك في ايدك، سيطري انت على مشاعرك وقيمك ومعتقداتك عشان تساعدك. افتكري ان انت فاعل مش مفعول به، وان مفيش معنى لاي موقف الا المعنى اللي انت بتحطيه. غيري المعنى هيتغير الشعور، هيتغير التصرف، هتتغير النتيجة وهتتغير حياتك. وها انت امرأة جديدة كل يوم. وكده يبقى انتهى الفصل السابع على خير. وبرده كالعاده الثلاث حلقات اللي ورا بعض دولت كلهم كده معلومات وتمرينات. يا رب اتمنى تكونوا وانتوا بتتابعوا معايا فعلا بتنفذوا التمرينات ديت تدريجي واحده واحده، علشان لو ركبنا التمرينات على بعض مش هنستفيد، هنبقى بنسمع كلامه بس مش هنقدر نستفيد، وهنحس بتراكم الموضوع فهنحس انه تقيل. لو اخدنا حلقه حلقه ونفذنا اللي فيها وعملنا التمرين بتاعها وجاوبنا الاسئله وعصرنا دماغنا وشغلنا ايدينا غصب عنها وكتبنا، بجد بعد كده هترتاحوا لموضوع الكتابه والتفريغ وانكم تطلعوا اللي جواكم على ورق. دي حاجه بتبقى مريحه جدا، بدل ما ده كله عامل ضغط جوه نفسنا ومخلينا بنلف ومش مركزين. انتهى الفصل السابع والحلقه الجايه هنبدا الفصل الثامن. انا مؤثره، انا متشوقه عشان اشوف ازاي اكون مؤثره. وانا مبسوطه جدا وانا بقرا الكتاب دوت معاكم، بتمنى تكونوا انتم كمان مبسوطين وتكونوا مستفيدين، وان شاء الله اشوفكم المره الجايه على خير. لو انتم معانا هستنى اللايك والشير عشان تساعدوا غيركم. ولو انتم بتتفرجوا علينا لاول مره او بتتفرجوا مكسلين تفعلوا زر الجرس تشتركوا في القناه، فاتمنى ان انتم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك وتسيبوا لي اي كومنتات حابين تسالوا عن اي حاجه او ليكم اي طلبات في كتب جديده ان شاء الله نقراها بعد الكتاب ده، احنا قربنا نخلص. انا هكون سعيده جدا بمشاركتكم، وبتمنى ان انتم كمان تكونوا مبسوطين معايا ومستفيدين. واشوفكم الحلقه الجايه على خير ان شاء الله مع سندريلا واشجان وسندريلا سيكريت. مع السلامه.